لازم قبل ما تدخل اي مجال تكون عارف ايه هو المجال ده، وده هدف فيديو النهارده. هنتكلم في فيديو النهارده عن 3 نقط. يعني ايه برمجة، ايه هي لغة البرمجة، وايه التطبيقات العملية اللي موجودة في حياتنا كل يوم بنتعامل معاها ليها علاقة او سبب وجودها هو البرمجة. انا حمدي فرج حمدي من كويكتك، ويلا بينا نبتدي. اول نقطة معانا في فيديو النهاردة ايه هي البرمجة. البرمجة بشكل بسيط جدا هي مجموعة من الاوامر التي توجه الكمبيوتر لاداء مهمة معينة، وهنشرح ده في المثال الجاي. دلوقتي مثلا عندنا روبوت وعايزينه مثلا يقوم يفتح الباب. صحيح الروبوت ده اللي هو كمبيوتر، بس الفرق بينه وبين الكمبيوتر العادي ان هو عنده رجلين وايدين زينا. بس للأسف الروبوت ده ما بيفكرش، فدي مشكلة عندنا. فعشان كده البرمجة هي مجموعة من الأوامر التي توجه الكمبيوتر للقيام بهدف معين أو للوصول لهدف معين. فمثلا أنا قلت للروبوت ده قوم افتح الباب. الروبوت ده محتاج عشان يقوم يفتح الباب، مش زينا طبعا. احنا ممكن انا قلت لك قوم افتح الباب هتقوم تفتح الباب على طول، لكن الروبوت هيحتاج اقول له قوم اقف، روح ناحية الباب، شد الباب لورا وافتح الباب، ارجع تاني. فانا لازم اديله كل التفاصيل المهمة. وهي دي فكرة ان البرمجة هي مجموعة من الاوامر لتوجيه الكمبيوتر لاداء مهمة معينة. ودي اول نقطة. ودلوقتي نروح للنقطة التانية. يعني ايه لغة برمجة؟ لغة البرمجة هي زي اي لغة عادية، بس بدل ما انت بتتعامل مع البشر هنا بتتعامل مع الكمبيوتر. يبقى لغة البرمجة بتعريف بسيط جدا هي اللغة التي يتواصل بها الانسان مع الكمبيوتر. وفي لغات كتير قوي زي الجافا والبايثون والجافا سكريبت وغيرها من اللغات الكتير قوي اللي ممكن تتواصل مع الكمبيوتر عشان تقول له يعمل اوامر معينة زي الاوامر اللي احنا قلناها في مثال الروبوت. وده كان معنى كلمة لغة برمجة. يلا بينا لاخر نقطة في الفيديو معانا النهاردة. ايه التطبيقات العملية اللي احنا بنقابلها في حياتنا البرمجة هي السبب في انشائها؟ البرمجة موجودة في حياتنا من اول ما بنصحى من النوم لحد ما اليوم بيخلص. يعني مثلا الالارم اللي انت بتصحى بيه من النوم اللي بيصحيك يرن، يفضل يرن 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 لغاية ما تصحى، ده معمول بلغة برمجة. وانت برمجته ان انت تصحيك في ساعة معينة، الساعة 6 7 مثلا. فانت في المثال ده انت المبرمج بتاع الالارم. وموجود برضو في تفاصيل حياتنا كتير قوي من غير ما ناخد بالنا. يعني مثلا ممكن ندي مثلا ما اظنش ان حد ياخد باله منه، التلاجة مثلا. التلاجة هي معمول لها سوفت وير ومتبرمجة كويس قوي ان هي اول ما توصل لدرجة حرارة معينة او تنزل لدرجة حرارة معينة توقف الموتور بتاعها، ما تسقعش زيادة عن كده، لان احنا وصلنا للدرجة دي لو فضلت شغال على طول هتبوظ. ففكرة ان التلاجة برضو متبرمجة. ولو بصيت لأي حاجة تانية زي التلفزيون، زي حتى الغسالة على فكرة، كل دول محتاجين يكونوا متبرمجين معمول لهم سوفت وير. فكل دي حاجات بنحتك بيها طول اليوم. البرمجة هي السبب في إنشائها. فأنت لو تخيلت حياتك من غير البرمجة هتلاقي إن أنت مش هتقدر تعيش ومش هتقدر تكمل حياة من غير البرمجة. فدي 3 حاجات وضحوا لنا يعني إيه برمجة، يعني ايه لغة برمجة، وايه التطبيقات اللي احنا بنشوفها عن البرمجة في حياتنا كل يوم. وده كان فيديو النهاردة. شكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر. كان معاك حمدي فرج من قناة كويك تك. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهات